بناية مسجد أبو بكر الصديق. بدأوا هذا العمل عن طريق جمعية بشاش الخيرية. قدمنا له هذا المسجد أنه يعاني من قلة المكان. صار المسجد الذي يصلى فيه قديما وكاد أن يسقط على المصلين، وطلبوا منا أن نبني لهم، وهذا الجمعية كان ما عنده شيء يكفي لبناء هذا المسجد، وقدم الطلب لأخونا جمال في كردستان العراق الذين يعيشون في جرمن، ووافقوا على طلبنا وبدأوا هذا العمل العظيم، وجزاه الله عنا خير الجزاء. ونحتاج كأمثال جمال ونجاح كونوا معنا ونكون معا مع أصحاب الحاجات والمساكين والأرامل والأيتام. قناة جمعية بشاش الخيرية تقدم كن ميديا دابتا تولا أولتما بشاشا دقرس ربيتين دابني تولا أولتما بشاشا أكما مكايسا فولسا بشاشا أمة مسكينة بلا دابتا ممن إراقور سورة أرقما. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. هذه بناية مسجد أبو بكر الصديق في إثيوبيا، إقليم أوروميا، مدينة أجارو. وهذه المسجد يبنى عن طريق جمعية بشاش الخيرية. وجمعية بشاش الخيرية يعمل عمل كثير، ومنها حفر البئر، إطعام المساكين الأيتام والأرامل، وكذلك بناء مسجد وبناء مدرسة وإعانة المحتاجين. لذلك وهذه الجمعية ما عنده مال يكفي لهذا العمل، نريد لمن يهمه الأمر، نريد منكم المساعدة عن طريق هذه الجمعية ونساعد معا، فجزاكم الله عنا خير الجزاء. وهذا الجمعية أراد الخير وبلا قدرته وبدأ بناء هذا المسجد، وعنده مشروع آخر كحفر الآبار. هذه الجمعية حفر آبار قرابة 49 آبار، والآن يحفر 50 آبارا. لذلك نريد مساعدة عن طريق هذه الجمعية. وهذه الجمعية له نشاط، يريد الخير ويحتاج أصحاب الخير الذي يهتم أمر المسلمين يكون مشاركة مع هذه الجمعية، ونعين معا المساكين والأيتام والأرامل، ونبني الجامعات ونبني المدارس ونبني المسجد ونفرش الفرش للمسجد، وكل الخير الذي يحتاجه أهل البلد إثيوبيا. ونكون معا إن شاء الله ونعمل معا، ونريد منكم أن يساعدونا. الجمعية هذه يحتاج من يعينه، ونعمل معا كحفر الآبار وإطعام المساكين وبناء المساجد. وعندنا أيتام مساكين ورامل، ونحن لا عندنا قوة، لكن الذين يطلبون منا المساعدة كثير، ونحن أيدينا قليل. تبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وهذا المسجد بدأ بناءه عن طريق إخواننا الكردستان العراق الذين يعيشون في جرمن، منه وكأخونا جمال ونجاح. بدأوا هذا العمل عن طريق جمعية بشاش الخيرية، وقدمنا له هذا المسجد أنه يعاني من قلة المكان، وأنه صار المسجد الذي يصلى فيه قديما وكاد أن يسقط على المصلين، وطلبوا منا أن نبني لهم، وهذا الجمعية كان ما عنده شيء يكفي لبناء هذا المسجد، وقدم الطلب
لأخونا جمال ونجاح الكردستان العراق الذين يعيشون في جرمن ووافقوا على طلبنا وبدأوا هذا العمل العظيم، فجزاه الله عنا خير الجزاء. ونحتاج كأمثال جمال ونجاح ويأخذ طلبنا ويساعدنا في هذا البناء، وغير هذا البناء موجود كحفر الآبار. ونحن نريد أن نعمل عملا خيريا بجد. جزاكم الله عنا خير الجزاء. وتابعونا على صفحتنا الفيسبوك وكذلك على يوتيوب، وإن شاء الله نحن ننشر لكم ما فعلنا وما حفرنا من الآبار وأطعمنا من المساكين وبناء هذا المسجد أول بأول، ونعطيكم الخبر ونعطيكم حساب البنك ونعطيكم رقم كونوا معنا ونكون معا مع أصحاب الحاجات والمساكين والأرامل والأيتام وذو الحاجة. فجزاكم الله عنا خير الجزاء، فبارك الله فيكم أينما كنتم.